ايوه، انت مستني نقول ايه مثلا؟ عليه العوض ومنه العوض. في ده في دي منظومة كروية، وفي ده اتحاد كورة. بيجيب ناس على مزاجه، وبيجيب ناس بيجيب ناس تبوظ المنظومة أكتر، وتبوظ المنتخب أكتر، وتبوظ الحاجة الوحيدة اللي بتفرح الشعب ده. ويجيب ناس الهدف السبوبة، وهدف الواسطة، والهدف إن ده يتحسب له الإنجاز. ويتعين اتحاد كورة أصلا. كل واحد فيه عنده بدل المهنة مشغول في 500 مهنة يعني تانية. فلو في حد ذكر فيهم خايف فعلا على البلد دي، وقلبه على قلبه على الكرة المصرية عامة، ويخلع ويسيب المكان بتاعه لحد تاني يستحق ويكون أقدر بده كله. أيوة، أنت كنت مستني أصلا بعد الأداء والمدرب أصلا المدرب ابن المرة ده يعني هيعمل معاك حاجة يعني؟ ما هو بالعقل. الكورة دي بالعقل وبتدي المجتهد. انت بتلعب اصلا مجهودات لعيبة وفردياتها، وبتلعب على بتلعب على والله ما عارف انت اصلا بتلعب على ايه. يعني اللي عارف اوصف انت بتلعب مرتدات ولا بتلعب تنظيم ولا بتلعب ايه بالظبط؟ ومين محمود حمادة اللي انت منزله ده يا اسطى؟ عايز افهم، يعني عايز افهم مين ده اصلا. اختيارات زفت، ولعب زفت، ومدرب اصلا لا يفقه اي حاجة عن التدريب ولا عن اساسيات التدريب. بادئ المباراة آه بادئ المباراة انك ضاغط. قلت دي بداية حلوة انك هتقدر تجيب في المباراة الجون الاول، وهتجيب التاني كمان، وهتبقى خلصت المباراة. لا، اديت فرصة للفريق اللي قدامك، وبجون ساذج جدا. يعني رمي التماس رايحين. طب انتوا يا اسطى، انتوا رايحين على ايه يعني؟ على رمي التماس على ايه؟ بالعقل. في ميتين حكم استنى لما يقول زفت رمي التماس عليك ولا عليه ولا ايه يعني؟ انت رايح تعترض وسايب، بتقول له روح على الجون. روح حضرتك على الجون. بلا فقع مرارة بلا قرف. ده غير ده كله اصلا. يعتبر انت جبت التعادل. الشوط التاني بقى ضيعت انت الكرة بتاعت زيزو، الكرة اللي جت لمحمود الكرة اللي جت لمحمود حمادة قدام الجون. اللي انت لو ضرب حتة 200 يا اسطى هتسجلها والله. حاجة قمة ال A7A. عبث والله العظيم، اللي بيحصل ده عبث. ايوه، مين بقى هيحاسب الناس دي؟ مين هيحاسب الناس اللي بتسبب في كوارث دايما؟ مين اللي هيحاسب الناس اللي سبب في تراجع الكرة المصرية والمنتخب بتاع اكتر من 13 سنة؟ ليه يعني؟ ليه انا بعد العمر ده كله اوصل مع الكونغو الديمقراطية، اوصل معاها بلنتيات ليه يعني؟ امال انت بالمستوى ده، انت لو كنت لعبت مثلا السنغال، ولا كنت لعبت نيجيريا، ولا لعبت المنتخبات اللي بتاكل اي حد قدامها دي، كنت هتعمل ايه؟ ده من نعم ربنا عليك، الحمد لله على كل حال عامة، انك خرجت، بدل ما كنت تلعب المنتخبات دي وتاخد فضيحة كروية. رعونة يعني عايز افهم برضو حاجة. خرج النني، نزل مكانه مهند لاشين. على الضحك. ونزل محمد حمدي ما اعرفش بناء على ايه جايبه يعني المنتخب برضو. نزل هو كمان، لبسنا طرد ولعبنا ناقصين. اصل احنا اصلا ناقصين، اللي احنا نلعب ناقصين. عبث. والكرة المصرية بتدار بأسوأ سلوك. ولو كان فعلا في عدل ما بين اللعيبة، ولو كان في عدل في الاختيارات، ولو في عدل في اتحاد الكورة، في اختيار عامة اتحاد الكورة، أو الاتحاد الكورة اللي يبقى أنسب هو اللي يمسك المنظومة دي، هتبقى غير أي منظومة. وهترجع تاخد أفريقيا، ترجع تلعب الكل. لما تخلي ناس تعبانين نفسيا في دماغهم منك زي بتوع المغرب، اللي قاعدين يحفلوا ويزيتوا. على فكرة بقى، آخر فوز لمصر في الأدوار الإقصائية يعني كان على قفاكم انتوا. فصباح الفل يعني. ولا هو لسه زغروف الواد عبد المنعم لسه بيحرق؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اللي سبب
اللي كانوا سبب المهزلة دي، واللي سببوا في العبث الكروي اللي بيحصل في المنظومة الكروية المصرية. لنا الله والله. السلام عليكم.